السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا ومتابعين قناة حسام خير. اللي معاكم في فيديو جديد. هنعرض لكم نموذج محطة سرير بصحارة تخزين تم تنفيذها بمقاس مخصوص لصديق القناة الأستاذ عبد المجيد غانم من محافظة اسكندرية. الأستاذ عبد المجيد كلمنا من فترة وسألنا على أسعار المتر في الركنة، لأن الركن زي ما حضراتكم متابعين معانا بننفذها بفضل الله سبحانه وتعالى بالمتر، وقلنا على مساحة الركنة عنده في البيت وحسبنا له تكلفة الركنة هتكون كام، وحولنا عربون كجديد اتفاق 1000 جنيه، وإن شاء الله باقي الحساب يكون مع التسليم. وطبعا بنصور الفيديو للشغل بتاع العميل بتاعنا اللي هو خشب قبل التشطيب، وبنبعت له الفيديو عشان من حقكم طبعا تطمنوا على شغله. طبعا الركنة بنطبق عليها خصم 10% معاها الشحن هدية لمحافظة اسكندرية لجهاز الأستاذ عبد المجيد غانم، ولكن بدون الطموح بيكون على العميل بتاعنا. الركنة معاها بطء هدية، طبعا الركنة من خشب الزلد الأحمر، والسفنج المستخدم يا جماعة كثافة بفضل الله 35. استخدام الركنة سهل جدا يا جماعة. ده الضلع اللي فيه كنبة السرير، طبعا بيبقى فيه هنا حزام متثبت في القاعدة من تحت. طبعا القواعد كلها الفاضية دي بتتجلد أبلكاش 10 مللي زي ما احنا شايفين. طول الفاضي ده بيتجلد أبلكاش 10 مللي. مساحة الركنة بعد ما بتفرد بتبقى بسوية بعضها بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين. طبعا في هنا 3 ميكانيزم زي ما احنا شايفين يا جماعة، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. الوش بتاع الركنة طبعا خشب زلد أحمر زي ما احنا شايفين، والصحارة على 2 خزنة باكن بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. والاستخدام سهل زي ما احنا شايفين. ان شاء الله يتم تشطيب الركنة في خلال ايام واربعة من القناة، ويتم تسليمها ان شاء الله للاستاذ عبد المجيد غانم. والشحن طبعا هدية. في نهاية الفيديو بنشكركم على حسن المتابعة. ونرجوكم لو أول مرة يشاهدنا إذا عجب الفيديو يضغط اعجاب، ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننشره. اللي حابب يستفسر عن منتجاتنا واسعارنا يضغط متثبت على الشريط اسفل الفيديو. كمان رقم التليفون موجود تحت في وصف الفيديو، واللي يطلبنا الينا رقم مغلق او غير متاح يا ريت تبعتوا لنا رساله بالمطلوب السؤال عنه على الواتس او التليجرام. مجرد ما نشوف الرساله هنرد على حضراتكم. استنونا في الفيديو النهائي بعد التشطيب، وفي فيديوهات تانيه كتير ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.